السلام عليكم وحلقة جديدة هنا في القناة. دلوقتي أنا جالي خبر ومصدر في نادي الزمالك. الخبر ده انفراد رسمي للقناة هنا. طب ايه هو الانفراد اللي انا بتكلم فيه حاليا؟ الانفراد يا سيدي هو ان نادي الزمالك عايز اللاعب ده، ان انا هقول على اسمه في فترة الانتقالات الصيفية. طب ازاي هشتريه من النادي الاهلي؟ هشتريه من نادي الاهلي. طيب وهو نادي الاهلي هيرضى يبيعه؟ لحد دلوقتي لا، لانه عنصر مهم وكولر بيعتمد عليه. اي نعم عنصر مشاكس شوية، عنصر مش مشاغب، مش متزن شوية في قراراته، لكن هو لاعب يعتبر من اهم اللعيبة. لكن خلينا نتكلم ونقول ان اللاعب ده ليه سوابق كتير وحشة في الاهلي، وليه سوابق كتير وحشة مع جمهور الزمالك. نتكلم خلينا بقى نتفق او نختلف. هو كواليتي عالي جدا، يعني هو كواليتي عالي جدا. وان انا بتكلم فيه ده قرار جه من كولر على اللاعب ده بعد اللي حصل في الفترة الأخيرة اللي كانت فيها نوش من كابتن حسام حسن عليه. طب مين هو اللاعب ده؟ هو إمام عاشور راجع الزمالك تاني. طب بمين بقى يعني؟ إمام عاشور راجع الزمالك ومش هو لوحده، لا ده الزمالك جاي معاه عبد الرحمن مجدي لاعب نادي بيراميدز والاسماعيلي السابق. هو اللاعب اللي هيجي الزمالك مع امام عاشور. طب امام عاشور يعني خلينا نقول ان هو راجل قالك وهو زمان قال ده ليه كاس صورة بتيشيرت الزمالك وهو صغير وكاس صورة بتيشيرت الاهلي وهو صغير. جمهور الزمالك روح باعت دي في الصفحات بتاعته ان هو راجل زملكاوي صورة الزمالك، لكن النادي الاهلي بيروح واخد لعيبة النادي الاهلي واخدة صورة امام عاشور وهو بتيشيرت الزمالك او تيشيرت الاهلي، تقوم حطها عندها في البروفايل: يا باشا الراجل ده عندي واهلاوي من صغره والكلام ده كله. لكن خلينا نختلف او نتفق ان مثلا واحد زي شيكابالا مش هيجي دلوقتي في اكل عيش ويقول لك والله ده انا كنت رايح الاهلي زمان، والله ده انا كنت هموت رايح الاهلي. طبيعي يقول لك لا. زيزو حاليا لو جدد وهو يعني برضك في مصادر في الزمالك بتقول له هو راجل خلاص اتفق على كل حاجه يعني الدنيا كلها رايحه في الاتجاه الصح، الراجل هيجدد. طيب جدد وعبد الله جدد، التلاتة يعني الاتنين جددوا. تمام، ناقص لك كام لاعب وخلاص، يعني الدنيا تظبط معاك وترجع للاستقرار ومعاك مدير فني محترم هيجي لك طبعا بعد بيسيرو، وان بيسيرو طبعا مش هيكمل. فنقول بقى ان امام عاشور في فترته مع الاهلي هو لاعب مميز ومهم جدا. طلع امام عاشور كده من النادي الاهلي، الاهلي مش حلو، مش الاهلي بتاعنا، مش كورته. يعني مثلا في ماتش الزمالك والاهلي الدور الاول بتاع السنه اللي فاتت امام عاشور ما كانش موجود. انا عايز اقول لك ان الاهلي ما راحش بهجمه على الزمالك الشوط الاول، والشوط التاني الزمالك هو اللي ند جامد جدا للاهلي، مع ان الزمالك وقتها كان وحش معاه نص ملعب كان ماسك الدنيا كلها. وجوميز وقتها اختار حل تاني ان هو يلعب بنص ملعب مفتوح والدنيا بايظه خالص، وبعد كده الاهلي مسك الكوره وسجل هدف عن طريق عبد القادر. امام عاشور مهم. امام عاشور في المنتخب مش راح تاني خلاص، يبقى طول ما حسام حسن موجود. تمام، طول ما حسام حسن موجود هو الراجل ده مش هيرجع تاني المنتخب. فامام عاشور في الاهلي عمل موسم جميل جدا السنه اللي فاتت واللي قبلها. الراجل راح 2023 تقريبا في شهر 6، راجل من وقتها هو عامل مستويات حلوه. بيجي وقت وحش، هو هداف الدوري حاليا، لكنه يبقى امام عاشور. وهنعرف الفتره الجايه هتدور ازاي بعد المشاكل اللي حصلت بين الفرقتين. اشوفكم حلقه جديده. السلام عليكم ولا لكم.